ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. غدنا النهارده يا جماعه سلطه ورز بنجان والسمك. عاملين لهم سمك مقلي مفاجأة مفاجأة عشان ما راحوش الدروس فرحانين. انا قصدي كده عايزه بس ما الأكلة الأساسية. عاملين لهم برنجان ومقلي جميل. يلا نقوم بسم الله. وبطاطا. دي سمكة البطاطا. هل بيحبوه؟ يوم السمك ده بيبقى حلو. بسم الله. بطاطا كان عليهم امتحان النهارده. رياضه أنا كان عليا دراسات، مش فاكر حاجة، وتكنولوجيا. النهارده كان بس كان النهارده عربي بس كان الامتحان كان تافه قوي. البصل ده جميل بيقوي الذاكرة. حلو والله يا جماعة. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان القناة تكبر بيكم. تسلم ايدك يا ماما. بألف هنا وصح. تقريبا. بألف هنا يا حبيبي. ماما حاطة شطة في السلطة. والله السلطة ما بقاش حلوة الا بالشطة. ما تبقاش حارة قوي، بس هي واحد بس اللي بحط. الود احط 2. بتبقى حلوة أوي. بس في بقى اللي ما بيحبش الشطة عندي. بس الصراحة جامد. وسمك جميل والله، خلطته جميل. السمك ده كل ما الواحد يحط عليه ليمون بيطلع جميل. الليمون بيخليه طعمه حلو. اكتبوا لنا أفكار نعملها لكم في الكومنتات. تحدي مثلا، تحدي عن يعني ازاي تطلع معايا في تحدي في ايه؟ والعقاب انا عاجبه في ايه؟ اللي يكسب يتعاقب بايه؟ ونفذ العقاب. ايا كان العقاب هنفذه. انتوا كتبتوا أي عقاب أو نوعدكم اللي احنا هنفذه. بس هتكون زياد ومنة قدامي وانا لوحدي. يعني هما الاتنين مع بعض وانا لوحدي. مش مبين الاكل كله. مش حلو، مش عاجبني. رنجلات بس مش حلوة يا جدعان. الرنج ده اسمه اوفر ماكس، علبته صفرا. زياد اللي جايبه ما خدش معاه. هو الراجل قاعد يقول لي حلو جميل. هو الرنج حلو والعمود حلو، بس العيب بتهز. في الستاند ذات نفسه اللي بيمسك الموبايل. وبتهز. الرينج لايت ده بيجي لوحده يا جدعان، اللي هي اللي بتاع الاضاءه ذات نفسها. اما العمود ده بيجي لوحده، ما بيجيش مع الاضاءه. ده بيبقى بسعر وده بسعر تاني خالص. البطاطا خطيره. الدقة عطله طعم. بسم الله. السمك لما بتحط له دقة حلوة بالظبط. خطير. سمك جميل قوي يا جماعه. انا اصلا ما عدتش قادرة والله، بس انا باكل من حلاوته. انا رجعت المقص.
بالزياد ما كانش عيان امبارح. زياد كنت جايبه مقص غير المقص اللي كنت موريه لكم في الفيديو اللي فات. قلت دي للفرم ودي للسمك، لان ما بحبش بتاع الفرم يبقى ايه تبع اي حاجه. انا بغسله كل حاجه وبعقمه بس برضه مكسر. لان القديم اتكسر. المهم قلت له ايه المقص ده لقيته ايه ضيق على الايد، روح اغيره. كان في واحد في المحل تحت في السوق من تحت اسمه زياد، بتعامل معاه بجيب منه كل حاجه. فقلت له يا زياد المقص ايه عايز يرجع، هجيبهولك واجيلك في اي وقت سنة انساه. قال لي خد واحد مكانه، قلت له لا. المهم حلف واداني واحد مكانه عم اجيب ايه التاني المكان ده. فقلت لزياد ايه تاني يوم راح وديه، راح ولعب ولقى نفسه اتاخر على الدرس، خاف مني. فجاه قال لي يا ماما ده زياد مش هناك، زياد تعبان وما راحش النهارده، كذب عليا. فرحت النهارده بقول له يا زياد انت كنت في المحل؟ قال لي اه ليه اللي انت عايزاه خد ايه؟ قلت له لا اصل انا بعت امبارح ان انت مش لاني كنت في المحل، وهو ضحك عليا وما راحش. كذب باين على وشه. الصبيان ديت ملهاش حل، يحبوا يلعبوا ملهمش حل، ربنا يهديهم. انا شبعت خالص الحمد لله الحمد لله يا رب. السلطة دي مفيدة بس عارف. ربنا يديمها علينا يا رب جميعا. الصحة الأول وراحة البال قبل أي حاجة. لأن راحة البال ديت بالدنيا دي كلها والله أحسن من الفلوس وأحسن من أي حاجة. ماما عاملة السلطة دي حلوة قوي. أنا شبعت خالص الحمد لله والله، ما عدتش هاكل بقى خالص. أعمل لي بس كوباية شاي. أنا فطرت النهارده بابام كان جايب فرن وجبنة رومي، أخدت فرن وعملت كوباية شاي هي اللي ظبطت الدماغ. السمك ده انا جايباه بقاله 10 ايام في التلاجة او اكتر، كنت حاطاه في الفريزر عشان زياد كان تعبان وما رضيتش اعمله. بعد كنت جايباه السمك ده انا جايباه بقاله 10 ايام في التلاجة او اكتر، كنت حاطاه في الفريزر عشان زياد كان تعبان وما رضيتش اعمله. بعد كنت جايباه عشان اشويه وما شويتهوش. لما قلت تعبان ما عملتوش. عين السمك لما بيتركن في التلاجة مبقاش حلو، بس الصراحة جميل جامد. قوي. طعمه جميل والله. بألف هنا يا حبيب قلبي انت انت. بتقولي مش حلو بس الصراحة بألف هنا وصحة لكم. لا مش بقول مش حلو كطعم، نعم. لما يكون طازه بيبقى لحمه ايه بينعم يعني. بيبقى لما يكون طازه بيبقى خشن وحلو كده وانتوا بتاكلوه حتى واحنا بناكل. كوباية شاي. زياد بيحب الشاي قوي. اي طبعا يا بتفرج على جماعة. على التلفزيون. زياد ابني لما اكون عايزه اعاقبه ما رضاش اعمل له شاي. يعني لما اكون بيعند قدامي ما رضاش اعمل له شاي، بيحب الشاي موت. بس بصب عليا بابا وعمل تاني، بص لو ما شربش شاي سبحان الله يقعد يقول لي دماغي ديت هقول لكم مصدعه. على اللي فيها. هو اتعود على الشاي. انا ما بقولش لماما والله، انا اول مره اقول لكم والله العظيم انا ما بشربش شاي. ما بتصدق انا في مره قعدت اكتر من 4 ايام ما اشربش شاي، فانا لاحظت ان بطني بدات توجعني ودماغي بتعمل كده منها صدع كده. صدع. فانا جيت اشرب كوبايه شاي، ماما عملت لنا على الفطار الصبح، كنا يوم جمعه، لقيت الحته اللي بتوجعني دي راحت وقعدت اعد وكنت بنام. كان في اليوم دي كان سخن وقعد كام يوم تعبان ورا بعض، وهو لما بيتعب عياه وحش قوي قوي دون عننا كلنا. هو ما بيعدي اصلا بيعدش ده كله والله العظيم. بابا يقعد يقول له خليك بعيد عني لان احنا بنلقط منه في ثانيه. بابا لما بتلاقينا عيان بقوم قال لي لا ابعد بعيد عني، وقوم داخل هو واخواته في الاوضه وانا بدأنا قاعد لوحدي بقى عشان عيان. احنا بنلقط منه من اقل حاجه لما يجيله دور البرد ده. دور البرد عندي صعب جدا جدا. ده كان عيان جدا قوي وكان سخن. قعدنا كل في مرة الدكتور قعدنا اكتر من 15 يوم عيانين بسبب. والله ايام الكورونا احنا قلنا عندنا كورونا. الحمد لله الحمد لله رب عيان العالمين. طلع من عند ربنا كده، كنت انا اللي عيان وعجبته عند الحمد ربنا. لله يا رب. الواحد طول ما بيقول الحمد لله على كل حال ربنا بيكفي والله. ربنا بيخش اي تعب من البيت الحمد لله والله الحمد لله. واهم حاجه الصدقه. لو جنيه واحد لو طلع جنيه بس
بس يكون مطلع صدقه جنيه على قد مقدرته. يعني بقول لك لو طلعت كل يوم جنيه ربنا يبارك في اولادنا جميعا.